عذرا للخطأ الفني اللي حصل في المحاضرة اللي فاتت. احنا فاتحين دلوقتي زي ما احنا اتفقنا البلانز، تاني تاب بعد الورك اوردر. دخلنا فيه تاسكات، المهام اللي المفروض تتم في خلال الورك اوردر. تدخل اي عدد زي ما انت عايز بالترتيب بتاعهم، ولو في اي حاجة ناسيها ممكن تضيفها بين الاتنين دول. نعمل اكزامبل منهم، مثلا يورو، وبدل 40 هنخليها مثلا 22، وهنكتب خطوة بين الخطوتين دول describe what is meaning by work order. تمام، ونقفل. لو رتبنا طبعا الليسته اللي عندنا ديت او سيفنا، هيحط لك ال 22 دي بين ال 20 وبين ال 30. هي تمام، بقت 10 20 22 30. ممكن تضيف خطوات، وساب لك الترقيم 10 10 كده عشان تقدر تزود اي سطر تكون ناسيه او اي تاسك تكون ناسيه. زي ما قلنا هنا ممكن سيلكت كرو، تكون مسجل كرو كامل باسمه، كرو 1 كرو 2 كرو 3، او مثلا برودكشن كرو، مينتنانس كرو، فتختاره. او ممكن سيلكت كرافت من الكرافت، من المسمى الوظيفي. زي ما قلنا احنا هناخد مثلا انجينير بتاع نتورك، نعمل سيلكت كده ونقول له اوكي، اختاره اهوت نتورك، وعايزين منه كوانتيتي واحد بس. ممكن تحط معاه هيلبر، مساعدين، بحيث لو احنا عايزين مثلا يا ترى في هيلبر هنا، في كرافت هيلبر، هيلب، نبحث في الليستة، مفيش هيلبر. خلاص نختار اي كرافت تاني، مثلا الكتريكال ده 2 كهرباء، كرافتز فنيين كهرباء، وهنعوز منهم 2 مثلا، فبتدوس على على 1 دي وتخليها 2، وهكذا. يبقى احنا كده حطينا العمالة اللي المفروض هتقوم بأداء الأمر الشغل ده، اللي هو الورك اوردر اللي احنا عاملينه. فور اكزامبل ستارت ماكسيمو تريننج، هيعملوا تريننج الماكسيمو. ممكن تحط هنا اي عمل هتقوم بيه من خلال الورك اوردر، انستول لحاجه، او فابريكيت لحاجه، او مينتين صيانه. طبعا الكلام بيتكتب في الديسكريبشن بتاع الورك اوردر بالحروف اللاتينيه اللي هي بالاحرف الانجليزيه، عشان لا يقبل الماكسيمو الكتابه بالحروف العربيه. ممكن في المستقبل او في الاصدارات اللي بعد كده IBM تعمل يقبل باللغه العربيه او تعرب الابلكيشن بالكامل، ونتمنى ان ده يحصل. وهنشرح برضو ان شاء الله لو طلع ابلكيشن بالشكل ده، هنشرحه برضو بالتفصيل لجميع المستخدمين. تاني تاب عايز تضيفها الماتيريال، ايه الايتمز اللي انت هتستخدمها في خلال الورك اوردر ده او لتنفيذ امر الشغل ده. ممكن عندك سيلكت ماتيريال، ده المخزن بيفتح لك كل الايتمز اللي موجوده في المخزن. لو قلنا له سيلكت كده ماتيريال 340 ايتم. لو عملنا فلتر عشان نقدر ندور بالفلتر هنا، مثلا عايزين ماوس للكمبيوتر، مش موجود. طب مثلا نوت بوك كمبيوتر، في نوعين منهم، مثلا هنختارهم ونقول اوكي. والنوت بوك دولت عايزين منهم عدد الحاضرين مثلا هيكونوا 10، يبقى عايزين الكوانتيتي تبقى 10. يبقى احنا كده حطينا الايه اللي محتاجينه من المخزن. لو انت كنت حاطط اسيت، او لو عندك اسيت مرتبط بسبير بارتس، قطع غيار، ممكن من سيلكت الاسيت سبير بارتس يجيب لك على طول قطع الغيار الملحقه بالاسيت ده، ما تحتاجش ان انت تدور عليها، هيجيب لك لسته بيهم وانت تختار منهم اللي انت عايزه ايه. بعد كده السيرفيس، لو في خدمات مثلا عايز تعملها، قدامك الخدمات كلها، هم 14 خدمه اللي متسجلين في الماكسيمو اللي احنا شغالين بيه. لو عندك مثلا هم عندهم في
التلج بينزل، فلو عايز تشيل شركة تيجي تشيل التلج اللي موجود تختار سنو ريموفال او اي سيرفيس من السيرفيس ديت. مش هنختار حاجة منها دلوقتي في الوضع بتاعنا. وبعد كده في التولز، ايه الادوات اللي ممكن تحتاجها. نسيب مرة. هو بيقول في مشكلة في الماتيريال، نرجع لخانة الماتيريال عشان نختار الستور روم، سيلكت فاليو سنترال مثلا، وبعدين نسيف. قبل كده يسيف تمام. كان لازم تحط الستور روم اللي انت هجيب منه الايه الكمية ديت، ايه المخزن ده، المخزن ده تابع لايه. هنرجع تاني للتول، وده حاجة منطقية طبعا، لازم يبقى فيه مخزن تجيب منه الحاجة اللي انت عايز تجيبها. فتح لنا التول اهو، في حاجات كتيرة قوي ممكن حتى لحد الوناش. في فورك ليفت اهوت، كلارك فورك ليفت 2 طن كاباستي، ماشين تول، ليس، مخرطة، اي حاجة انت عايزها من الحاجات اللي متخزنة في التولز هنا في الليست بتاعت التولز وعايز تستخدمها. جيت، جريس جان، مسدس تشحيم لو انت هتشتغل في حاجة ميكانيكية، وهكذا. تايمنج جيج، عايز تعمل تحسب تايمنج لحاجة معينة، وهكذا. هناخد دوت ماشي جميل التايمنج جيج ده على اساس نحسب بيه مثلا حاجة اسئلة واجوبتها والاجابة في خلال مثلا 30 ثانية، نختارها ونضيفها معانا فور اكزامبل كمثال عندنا. يبقى احنا كده ضفنا كل الحاجات. ممكن تعمل ابروف، يا اما ترجع للشاشة الرئيسية وتعمل ابروف، او تعمل ابروف وانت فاتح في الشاشة هنا لان الستاتس موجودة معانا. يبقى احنا كده جهزناه اهوت الابروف من هنا اهوت، ابروف ورك اوردر. نعمل كليك. لو عايز تكتب مينو، اي ميمو هنا نوتس كده، مين اللي عمل ابروفد، يبقى this is approved by engineer أيمن خشوي for example، وتقول له اوكي. يبقى فعلا كده عمل له ابروف، بقى الاستاتس بتاعته ابروف. نرجع للشاشة الرئيسية بتاعت الورك اوردر. يبقى احنا كده خلصنا شكل الورك اوردر وجاهز للتنفيذ. هيتنفذ من الجهة اللي هتنفذه، اللي هتأدي هذا التدريب. وكده يبقى خلصنا الجزء الاولاني من الورك اوردر، و في الماكسيمو. وهنبتدي ان شاء الله في الحاجات الادفانسد من خلال الورك اوردر. ازاي بقى نعمل بي ام ورك اوردر، سي ام ورك اوردر، بريدكتيف مينتنانس، بي دي ورك اوردرز، وهكذا ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه. شكرا لحضراتكم.